الشجرة طبعا مدرس كبير جدا عشان عدة أسباب. أولا إنها بتشتغل شغل عنيف طول الوقت، بتشتغل ليل نهار من يوم ما بتتخلق لحد ما بتموت وما بتتكلمش خالص. اتنين، ما عندهاش أي تطلعات إنها تبقى أي حاجة تانية غيرنا، غير نفسها. مفيش شجرة جوافة عايزة تطلع برتقال، مفيش نخلة عايزة تطلع كيوي. ربنا خلقها مدرس عظيم. طبعا هو مدرس لينا احنا كده، يعني القطه مش محتاجه تتعلم الحاجه دي من الشجره، بس احنا محتاجين نتعلم الحاجه دي من الشجره. الشجره عايزه تعيش اكيد، بس مش انانيه. الشجر كله الروتس بتاعته بتتشابك بس مش بيموتوا بعض. يعني مش الشجره بتدخل على جدر الشجره جنبها تخنقها تموتها، لا، هما بيدخلوا يعملوا حاجه مع بعض كده. لما شجره بتقطع في الغابه، لما ينزل عليها لايتنينج مثلا، لما ينزل عليها برق يحرقها، يروح الشجر كله مجمع مواد غذائيه، نيوترينتس وحاجات، ويروح مودلها عشان يساعدها انها تفضل عايشه. تاخد كل حاجه تحولها لحاجه، حتى خشبها نفسه عايزينه، احنا عايزينه، الحشرات عايزاه، العصافير عايزاه. دلة خد، فاكهة خد، خشب خد، اكسجين خد، نفس، شكل جميل خد، اخضر، خد اللي انت عايزه، بس ما تاخدش، ما تموتنيش. درس مهم الشجرة بتعلمه البني ادم. ما ينفعش تدخل تاخد من الشجرة وهي لسه عافية وشابة وكده، تروح داخل واخد الترانك بتاعها. ما ينفعش تاخد جذع الشجرة، تموت. فالبني ادمين محتاجين كتير يتعلموا الدرس ده، انك ممكن تاخد من الخير الذي انعم الله به علي، لكن ما تاخدنيش، تموتنيش، تشفطنيش، ما تقتلنيش، ما تحفش مني. برضو درس مهم بتعلمه الشجرة البني ادم. احنا مش هنتعلم نعيش زي الشجرة عشان احنا مش شجرة. الشجرة ما عندهاش تليفون، ما عندهاش انترنت، ما بتمشيش، ما بتتفسحش، ما بتخرجش. احنا عاوزين نتعلم من كل حاجة. يعني بني ادم اللي جاي يتعلم، انتوا عارفين انا من ساعة ما واتساب شفته، وانا البتاع الستيتس بتاعتي ات سكول. طب ولا ات سكول، امال انا فين؟ البني ادم اللي عايز يتعلم بيتعلم من كل حاجه. الفكره دي الغبيه بتاعت ان انت تلميذ تروح مدرسه تبقى تلميذ، ترجع تبقى مش تلميذ، لا. انت اصلا تلميذ، اللي عاوز يتعلم على طول تلميذ على طول. زي الفكره دي، هو البني ادم عموما راسه عنده غباء كده، بيفصل الحاجات عن بعض. زي الناس يقولوا ان انت وانت واقف تصلي فانت بين يدي الله. طب وانت وانت مش واقف تصلي انت بين يدي مين؟ ما انت بين يدي الله برضه. فانت بتذاكر مش في وقت المذاكره، انت بتذاكر مش في الشتاء وفي الصيف بقى، انت خلاص مش ما بتذاكرش، ما بتعلمش قصدك. ده اذا كانوا بيتعلموا في المدرسه اساسا. انا قصدي انه عايزين الفكره دي حلوه، من ورا الكلمتين دول عايزين نبروموت، عايزين نعمل دعايه لفكره التعلم دي، فكره ان انا عاوز الديموميه دي، عايز ابقى على طول الحاجه اللي ناها. انت طالب علم يلا اطلب. انت عايز تتعلم من الحاجات، يلا اتعلم من الحاجات. فانا دلوقتي بتعلم حاجه من الشجره، طب جت قطه، طب ما تشوف القطه ممكن تعلمك ايه. طب ما جت بطه، شوف البطه ممكن تعلمك ايه مختلف عن القطه. ما هم مختلفين، هم ربنا عامل لنا الحاجات ليه مختلفه كده، عشان كل واحد هتعلمك حاجه، كل واحده هتوريك حاجه، كل واحده بتتجلى بصف. هي تجليات
لحاجات مختلفة، فكل حاجة ليك آية، وكل حاجة ليك مدرس، وكل حاجة ليك معلم، وكل حاجة ليك لتنظر عساك ترى. ف ده أهم بكتير قوي من أي درس ممكن تعلمه من أي حاجة. وبعدين يبقى برضو الدرس ده مهم قوي. أنا اتعلمت من الشجرة أهم درس في حياتي. كنت هقع كده، ومرة ببص الشجرة رحت متعلم أنا المفروض أعمل إيه. كنت هموت خلاص، وبعدين بصيت على فراشة ففهمت. كنت خلاص الحياة قلبت ضلمة، وشفت وردة بتطلع من بتاع كده، راحت عدلاني. مين اللي هيعمل له كده الحاجات؟ ما الحاجات عمالة شغالة طول الوقت، بس احنا نايمين، بنبص في التليفون، او بنبص في حاجات، او بنبص في جيوبنا، او بنبص في جيوب الناس التانيين. فأرجوك يعني اصحى، أرجوك اصحى المدرسين حواليك، وانتهز الفرصة طول ما انت عايش، طول ما انت موجود، عشان تتعلم كل اللي تقدر تعلمه.